السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد وخبر جديد من أخبارنا وتغطية خاصة للتعليم على قناتنا. فأنت لو مهتم يا ريت إنك تشترك وتنضم للقناة عندنا أو لجروب الفيسبوك أو الصفحة بتاعتنا على فيسبوك أو الموقع بتاعنا، تقدر تخش عليه تلاقي ملازم مذكرات ومراجعات وأي حاجة ممكن تخص التعليم وكليات وتنسيقات هتلاقيها هناك على الموقع بتاعنا إن شاء الله. وزي ما بقدرك وأعمل لك فيديوهات وبنقل لك كل جديد، كمان أنت ما تنساش تقدرني وتعمل لايك للفيديو عشان تشجعني مش أكتر. طيب، بالنسبة لي موضوع حذف المناهج كان انتشر فترة كبيرة، كنت أنا منهم حتى اللي عملوا فيديوهات وقالوا إن في حذف المناهج، وبالفعل في المناهج اللغات اتحذف منهم حاجات. من عندهم حاجات طبعا في المناهج اللي هي الزياده بتاعتهم زي الجامب ابورد لو انت في ثانوي لغات او ما الى ذلك. لكن بالنسبه لمدارس الحكومه او المدارس الحكوميه والمناهج الحكوميه، رد الدكتور طارق شوقي على ما يتردد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا بشان تاجيل العام الدراسي. دي اول حاجه، او حذف من المناهج التعليميه للطلاب في المراحل التعليميه المختلفه سواء ابتدائي او اعدادي او ثانوي. هو بيتكلم عن الطلاب عموما، يعني الحذف من المناهج. قال: لم نقول أي كلمة من هذا الأمر سواء عن إلغاء أو تأجيل العام الدراسي أو حذف مناهج دراسية، ونسير بخطى ثابتة، موجها حديثه لأولياء الأمور قائلا: أبناؤكم في أيدي أمينة وكل يوم الأمور تتحسن ولا داعي للقلق تماما. فيما كشف الوزير طبعا عن ان منصه حصص مصر اللي هي المنصه الجديده دي مجانيه حتى اجازه منتصف العام، مضيفا ان الوزاره تعمل على حوكمه منظومه الدروس الخصوصيه والكتب الخارجيه. طبعا دكتور طارق شوقي هنا بيقول على الحته بتاعه اللي هي تاجيل العام الدراسي الحالي. بس انا محتاج اقول لكم حاجه مهمه جدا، يا ريت تسمعني وما تقفلش الفيديو. الناس اللي بتقول او كل يوم فيديو كذا قناه معينه مش عايز اسمي تطلع تعمل فيديو عشان مش لاقي حاجه تتكلم فيه، فتقول الغاء العام الدراسي، غلق المدارس، الغاء العام الدراسي، غلق المدارس، ويبقى الفيديو عباره عن 11 12 دقيقه وهو قاعد بيرغي فيه او بيقول فيه اي كلام ليس له اساس من الصحه، بمجرد بس انه يجيب فيوز او يجيب مشاهدات. تمام؟ فانا بقول لك ما تمشيش ورا الناس دي بتستغلك حرفيا بدون ذكر اسماء، بتستغلك عشان تعمل فيديوهات وتجيب بيها مشاهدات وما الى ذلك وحاجات تانية كتير اكيد انتوا عارفينها. لكن مفيش اي حاجة او اي انباء عن اغلاق مدارس، عن الغاء دراسة، الغاء عام دراسي. كل اللي ممكن يحصل في التعليم او بالنسبة للثانوية هو مثلا نظام التقييم يتغير، يكون في امتحانات في المنزل، يكون في ابحاث، حاجات دي كلها. لكن الغاء عام دراسي بعد ما خلص خلاص فاضل شهر عليه وفي المدارس واصلا ما بقاش حد يروح ولا في غياب وكده، فده مش هيحصل. وما تقعدش تعشم نفسك وتدي الناس اهميه اكبر من حجمهم وتدي لهم فيوز ومشتركين ولايكات اكتر من اللي هم يستحقوه، وتضيع وقتك على فيديوهاتهم على الفاضي. ده كان كل حاجه في الفيديو بتاعنا. اتمنى تكون استفدت واتمنى اكون وصلت لك المعلومه والخبر في اقل وقت ممكن وباسرع شكل ممكن ويكون واضح يعني وكل حاجه. اشوفكم فيديوهات جايه ان شاء الله باخبار كويسه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.